مثال تاني او طريقه تانيه للايديا فاليديشن هي الاي بي تيستنج، ودي مشهوره جدا، الناس بتوع الماركتنج بيستخدموها بشكل كبير، كمان الناس بتوع السوفت وير او الديفلوبمنت عموما بيستخدموها بشكل كبير. كنا قلنا قبل كده ان اي فكره عندنا او اي هايبوثيسي عندنا دي بتبقى نظريه، احنا بيبقى عندنا توقع لحاجه معينه، توقعاتنا ممكن تكون صح او ممكن تكون غلط. الفيصل هي الداتا هي اللي هتقول لنا احنا كنا متوقعين حاجه صح ولا غلط. كمان عشان نخلي بقى كمان الداتا تفاليديت الفكره بشكل احسن، ممكن نعمل حاجه اسمها اي بي تيستنج، يبقى في عندك تو فيرجنز او نسختين من الحاجه اللي انت عايز تعملها، زي تو لاندنج بيجز مثلا، او ان في فيرجن مثلا هتعملها ديزاين، ابلكيشن ديزاين بشكل معين وابلكيشن ديزاين بشكل معين تاني، او الالوان ممكن تغير الالوان حسب كل فيرجن انت عايز تطلعها. وبناء على الاستخدام بتاع اليوزر لما تطلع التو فيرجنز دول، تبتدي بقى تميجر وتشوف مين انهي فيرجن فيهم اللي فعلا كان عليها ترافيك اكتر، انهي فيرجن فيهم اللي حصل منها كونفرجن احسن، الناس بدات تسبسكرايب مثلا لو هي نيوزليتر او حاجه زي كده، بناء على بقى شكل الديزاين بتاعها.